يظل علامة بارزة في تاريخ الرواية العربية. مع موسم الهجرة استطاع أن يرسم لنا في الذهنية الغربية وفي الفكر الأدبي العالمي المعاصر صورة لا بد أن يشار إليها بالبنان. الأستاذ الطيب، أهلا بك. أهلا وسهلا يا سيدي، شكرا على هذا الإطراء الذي تغمرني به دائما، وأنا متأكد أني لا أستحقه. وأنت لذلك أهل. أستاذ الطيب، لو أردنا أن نبحث في صميم هذه الرواية التي شغلت النقد والقراء، فسوف نراها أنها ذات نص مشكل أو يثير إشكالية. متى بدأت في تلمس هذه الإشكالية الحضارية التي سكبتها عبر هذا العمل الروائي؟ إشكالية الأنا والآخر، إشكالية العرب والغرب، إشكالية الرجل والمرأة. هل بالإمكان أن نتلمس بداية الهواجس القلقية والنفسية والفكرية التي سبقت كتابة هذه الرواية؟ أتصور يعني بطبيعة الحال أنا نشأت في وقت كان السودان يستعمره الإنجليز، وبعدين كنا بندرس في نظام تعليم إنجليزي على علاته، لأنه يجب القول للإنصاف بأنه هذا النظام لم يكن شرا، بالعكس كنا نتعلم تعليم ممتاز. ولكن منذ أن نشأنا الواحد مننا كان يحس بأنه هو يساق في درب جديد، مش هو الدرب الذي عرفه آباؤنا وأجدادنا اللي كان بيتعلموا في خلاوي القرآن أي الكتاتيب. فنحن دخلنا في معارف جديدة وبدأنا نتحدث لغات أجنبية، ثم الغربة فيما بعد إلى لندن، والتناقضات الواحد يحس بها في العالم وموازين القوى المختلة، ونقرأ التراث العربي الضخم والأمجاد العربية ونقارن بأحوالنا الراهنة. فكل هذا أتصور كان حوافز لأنه الواحد يحاول أن يجد منطق روائي لكل هذه التناقضات. أستاذ الطيب، لماذا تهرب أحيانا من مواجهة بطلك مصطفى سعيد؟ كثيرا ما تنفر من الحديث عنه. هذا طبعا يحدث لكل الكتاب كما تعلم أنت. أنا أعلم أنك قارئ ممتاز ومطلع. كل كاتب تصيب لعنة رواية واحدة تلصق به. أنا أزعم بأنني تجاوزت موسم الهجرة إلى الشمال. وتناهت إلى أذني صرخة طفل من مكان ما في الحي، وقالت حسنى كأنه كان يحس بدنو أجله. قبل موته بأسبوع رتب كل شؤونه، كانت له أطراف جمعها وديون دفعها. في ذلك اليوم توسلت إليه ألا ينزل إلى الحقل والدنيا فيضان وغرق. كنت خائفة، لكنه قال لا داعي للخوف وإنه يجيد السباحة. كنت متوجسة طول اليوم، وزاد خوفي حين تأخر عن ميعاده. وانتظرنا، ثم كان ما كان. خلع مصطفى سعيد ملابسه ووضعها على الضفة الجنوبية من النهر، وذهب بعيدا إلى الجهة الشمالية، ولكنه في منتصف الطريق غرق أو انتحر. هل مصطفى سعيد يشكل أزمة ممثل الطبقة الوسطى السودانية؟
لا أنا يعني مع كل الاحترام أنا لا أميل إلى هذا النوع من التفسير. يعني لا أستطيع أن أقول لك والله هذا أرمز إليه بهذا، لأنه الرمز عندي زي كما